وطبعا الآن هند صارت معنا جاهزة عبر سكايب في أول لقاء إعلامي لها بعد الزواج. نقول يا مساء النور بالعروسة، أهلا وسهلا. إيش المفاجأة الحلوة هذه؟ يا مساء الورد ويا مساء السعادة والأخبار الجميلة في بداية 2021، وكل شرف أني أكون معكم اليوم وأن الخبر يكون من خلال شاشتكم الجميلة. أهلا وسهلا. وطبعا أنتم سباقين أن تأخذون الأخبار الترند وتكونون أنتم أول ناس تعلنون عنها، وأنا لي الشرف طبعا. ونحن سعيدين بوجودك معنا. طبعا أول شيء نبارك لك، نقول لك ألف مبروك، الله يسعدكم وهنيكم يا هند. بس نبغى نعرف في البداية يعني الموضوع ليش كان متخبي 5 أو 6 شهور؟ أعطينا التفاصيل. أول شيء الله يبارك فيكم ويسعدكم ويسعد أيامكم إن شاء الله، وشكرا لكل من هناني وكل من بارك لي سواء بمسج باتصال بحضور. أشكركم كلكم من قلبي. يعني أنا أمانة هذا الخبر اللي تسرب وأنا مو أنا مسؤولة عنه طبعا ولا زوجي، لأن أنا وزوجي كنا متفقين إن يعني نخلي الخبر شوية يعلن في وقته. نبي كنا نقضي وقت مع بعض أكثر ونفهم بعض أكثر، وقضينا وقت حلو في تركيا. شهر العسل كان 5 شهور، فكان الاتفاق انه يكون الاعلان عن طريقه كونه هو الرجل، لكن التسريب الخبر ايوه يعني القدر انه يتسرب الخبر بهذه الطريقه ويكون هذه المفاجاه. يلا خيره ايه عن جد. هند مرحبا اول شيء، مبروك. بدي الله يبارك فيك حبيبي. حبيبتي، بما انه هي اول مقابله لك بعد الزواج، لا لازم نعرف بقى كيف تعرفتي على علي. هي مهم. اوكي، اول شيء علي يوسف معروف قبل يعني لا انا ارتبط فيه، وكونه يعني نجم ذا فويس، وكنت اتابعه وصوت له اكثر من مره وقلت له هذا الموضوع. فهو زميل، وانا كان عندي في رمضان ايام الحظر، يعني حظر شامل كان عندنا في الكويت، فكنت مسويه برنامج اسمه لايف هنوده طوال فتره رمضان لمده 30 يوم، وكان في كل يوم معي ضيف ومن الكويت ومن خارج الكويت، فكان علي أحد ضيوفي. فكانت حلقة مميزة ومن أجمل الحلقات. طيب. وأنا فانزة وهو فانزي. حلو. فكانت الحلقة شوية فني، ومن هنا يعني ابتدى المشوار. لا يعني انتوا لا لحظة بس شوي نركز. انتوا تعرفتوا على بعض بالبرنامج اللي قدمتيه، ضليتوا عم تحكوا مع بعض على الانستغرام يعني؟ لا مش على الانستغرام يعني. واكيد ضيفي اكيد ان احنا كلمناه شخصيا ان انت راح تكون، يعني عندي رقمه اكيد وعنده رقمي، ليش على الانستغرام؟ لا يعني بما معناه قصدي انه يعني ضليتوا اونلاين عم تحكوا مع بعض مبدئيا. ايه 5 شهور انا وعلي علاقتنا اونلاين. حلو. طيب وين تم عقد القران وكيف؟ في تركيا. اوكي حلو. هلا هذا عن قريب يعني؟ عن قريب، لا مش قريب، يعني من شهر 8 8 9 10 11 12 1 6 يعني احنا بنشكر ولاد الحلال اكيد اللي عرفونا بالخبر يا هند. وفي البدايه طبعا برضو حابه اقول لك الف مبروك وتتهني حبيبتي اكيد ان شاء الله. الله يبارك فيك حبيبتي. بس انت انا اكيد بكون سعيده، لان الزواج اشهار بالنهايه، واحنا اكيد ناويين ان احنا نشهر. لكن انت بتقولين شكرا لهم، انا اقول لهم الله يسامحكم. لا احنا شكرا ليهم علشان نفرح معاكي اكيد. وعايزه اسالك يا هند، ازاي اختبرتي، يعني انت قلتي كنت حابه تاخدي وقتك انت وهو، فازاي اختبرتي مشاعر الحب اللي بينك وبين علي؟ يعني مثلا لو قلت لك دلوقتي عن اغنيه محمد عبده اختلفنا مين يحب التاني اكتر، هتكون اجابتك ايه؟ اكتشفت ان انا اكثر وهو اكثر. حبيت الصراحه. اوكي. لا شوفي يعني أنا مع علي علاقتنا شوية مختلفة. يعني احنا حبينا بعض أصلا أو ارتبطنا ببعض في ظروف مختلفة وغريبة، يعني حجر وحظر وبعد كلي، هو ببلد وأنا ببلد، وكان التواصل عن طريق الفيديو كول، يعني كان في مشاعر أساسا مشحونة قبل حتى اللقاء الأول. اوكي. فبالتالي نوع الحب مختلف، يعني نوع الحب العذري البريء هذا اللي عن بعد أنا أسميه. فأنا سميت علاقتي مع زوجي علي يوسف حب في كورونا. يا سلام، هذا مسلسل على شاهد بنعمله هيك 10 حلقات. على فكرة من فترة أنا صرحت إن أنا في صدد تأليف مسلسل اسمه حب في كورونا، وهو سباعي وانتشر في أكثر من موقع واكثر من. خلص هلا صار عندك كل التفاصيل حقيقيه. ايوه وانت البطله. انت البطله. علي بيعرف يمثل؟ البطل ان شاء الله. اذا علي بيعرف يمثل خلاص يلا مشي الحال.
ايه بيعرف يمثل منيح. طيب حلو. بعدين هو ما مع حدا اكتشف وانا اللي راح اكتشف هالموضوع. طيب حلو. طيب هند، اول حاجه ترى ما شاء الله تبارك الله باين عليك ملامح السعاده والفرح، يعني ما في شيء يزعل. انتشر الخبر ولا ما انتشر الله يدومها عليكي، هذا اول شيء. دائما خيره فيما اختار الله، يعني الله يجدم بالخير اكيد للانسان يعني، وان شاء الله يا رب يكون. طيب نبغى نعرف منك هند، مين بارك لك من الوسط الفني، من زملائك، من الفنانين؟ يعني اول حاجه قولي لنا مين بارك لك او مين تواصل معك؟ انا يعني وايد باركوا لي، بس لحد الحين كانوا لحد الحين مشككين، يعني في ناس ما تبي تبادر بالمباركه ويكون الخبر مسلسل او فيلم او انه مش حقيقي، فكانوا يدشون علي دايركت ان هند هذا صحيح، فبعد ما اقر انه صحيح يباركون لي امانه. واللي ما بارك لي يمكن ايضا مشكك بالموضوع او ما زال مشكك في الموضوع، فاكيد عقب هذا اللقاء وهذا اللايف معاكم اكيد انا متاكده ان الكل راح يبارك لي طبعا. طيب انا عندي سؤال حقيقه هيك شوي يعني عم بفكر فيه. هلا علي بالعراق وانتي بالكويت صح؟ اي نعم. اوكي طيب حتعملوا فرح، وين حيكون؟ في فستان فرح؟ شوف هذا الموضوع يقرره علي يوسف مو انا. اوكي. يعني اكيد هو بما انه هو اصلا الكره بملعبه للزلمه. لا، لانه هو اساسا اعلان الزواج هو مش على هواه، يعني هو ما كان التايم اللي هو رايده صح، فبالتالي هو اكيد لازم يكون له سبب في شيء، يعني لازم هو اللي يحدد الامور الثانيه بما انه تسرب الخبر يعني. طيب هلا كمان انا بعرف انه صوتي طبعا صوته لعلي كثير حلو، غنى لك اول شيء وشو ممكن تعملوا ديو سوا؟ علي كان يغني لي كل دقيقة. الله. إيه شو الغنية اللي بتحبي تسمعيها منه؟ حبي الأول. الله. والأخير، وإن شاء الله الأخير.